يا اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده في قناه اوفر ثينكينج. حلقه النهارده من اقوى الحلقات اللي اشتغلت عليها عشان اقدمها لكم بشكل مثالي، واللي هنتكلم فيها عن قصص وتفاصيل كل المسلسلات وكمان القنوات والمنصات اللي هيتم عرض عليها المسلسلات دي. قبل ما نبدا الحلقه عايزين نوصلها لاكبر عدد من اللايكات، واشترك في القناه وفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جايه. أول مسلسل في قائمتنا النهارده هيكون مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي ودياب ونسرين أمين. قصة المسلسل هتاخدنا في رحلة كفاح بنت مصرية بتحاول إنها تشتغل في تجارة السمك وتصرف على أسرتها، وفي الإطار ده بتتحط في مواقف وخلافات كتير مع كل اللي حواليها. المسلسل هيتم عرضه على قناة DMC ومنصة واتشت. تاني مسلسل معانا هيكون مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة ومنى فضالي وإيمان العاصي. هتحكي لنا قصتنا عن جعفر اللي بيعيش حياته مع زوجاته الثلاثة وبيعاني بسبب ابنه اللي اتخطف، والمشاكل والصراعات اللي بتواجهه خلال أحداث المسلسل. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قناة DMC ومنصة واتشت. تالت مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ومحمد لطفي. قصة المسلسل هتكمل معانا أحداث الموسم الأول عن قصص ومواقف في حارة شعبية وسط الأجواء الرمضانية اللي كانت مميزة جدا في الجزء الأول. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قناة النهار. رابع مسلسل معانا هيكون مسلسل تلت التلاتة من بطولة غادة عبد الرازق وماجد المصري وليلى أحمد زاهر. بتدور قصة المسلسل عن 3 شخصيات توأم بيتفرقوا في طفولتهم وبيتم تبنيهم في عائلات مختلفة، ومع الأحداث بتجمعهم الصدف من تاني باختلاف طباعهم وشخصياتهم. المسلسل هيتم عرضه على قناة النهار وقناة المحور. خامس مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب. قصة المسلسل هتكون عن طه فتوة سوق الكانتو سنة 1922 والتحديات اللي هتواجهه مع التجار والاحتلال الإنجليزي في الفترة دي. المسلسل هيتم عرضه حصريا على قناة DMC ومنصة واتشت. سادس مسلسل معانا هيكون مسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي وأروى جودة. قصة المسلسل هتكون عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي، واللي هتحكي لنا عن رحلته في نشر الإسلام في العالم والتحديات والصعاب اللي واجهته خلال رحلته عامة. المسلسل هيتم عرضه على قناة الحياة وقناة DMC وقناة CBC ومنصة واتشت. سابع مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي ومحمد رضوان ومحمود البزاوي. قصة المسلسل هتحكي لنا عن فؤاد اللي بيلاقي صفارة أثرية بسبب طبيعة شغله في الآثار، ولما بيستخدمها بترجعه في الزمن لمدة 3 دقايق، واللي من خلالهم بيقدر يغير كل حاجة في مستقبله. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قناة DMC وعلى منصة واتشت. تامن مسلسل معانا هيكون مسلسل علاقة مشروعة من بطولة ياسر جلال ومي عمر وبسنت شوقي. هتاخدنا قصة المسلسل في رحلة رجل أعمال بيواجه تحديات كتير في حياته مع أسرته ومراته، اللي هتخليه ياخد قرارات مصيرية هتأثر على كل اللي حواليه. المسلسل هيتم عرضه على قناة الحياة وقناة DMC ومنصة واتشت. تاسع مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل المداح الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرى اللوزي. هتدور قصة المسلسل عن صابر المداح اللي هيواجه صراع مرعب جديد بعنوان أسطورة العشق في أجواء من الإثارة والمغامرة. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 10 معانا هيكون مسلسل الكبير قوي الجزء السابع من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام. قصة المسلسل هتكمل
هنكمل مسيرة الأجزاء اللي فاتت بقصة ومواقف جديدة على مدار الأحداث. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قناة أون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 11 في قائمتنا هيكون مسلسل عملة نادرة من بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو ريا. قصة المسلسل هتكون في الصعيد عن نادرة اللي بتدخل في صراعات وتحديات كتير على الأراضي والسلطة مع كل اللي حواليها عشان تاخد ميراثها بعد وفاة جوزها. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 12 معانا هيكون مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب. هتاخدنا قصتنا في رحلة صراع من أجل البقاء وسط العصابات والمافيا ومحاولة إنه ينقذ ابنه وسط التحديات الصعبة اللي بيعيشها في حياته عامة. هيتم عرض المسلسل بشكل حصري على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 13 في قائمتنا هيكون مسلسل كشف مستعجل من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا. قصة المسلسل هتكون في إطار من الكوميديا عن دكتورين نفسيين بيتحطوا في مواقف وأحداث كوميدية على مدار المسلسل. هيتم عرض المسلسل على قناة DMC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 14 معانا هيكون مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس. قصة المسلسل بتدور في إطار رومانسي عن قصة حب بنت مطلقة بتتعرف على شاب وبيحبوا بعض، وعلى مدار الأحداث هيتعرضوا لمشاكل ومواقف درامية. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 15 في قائمتنا هيكون مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري. قصة المسلسل هتحكي لنا عن جابر أبو جديد اللي بيجي من السوهاج للقاهرة، ومع الأحداث بيتعرف على مهرة أبو الليل اللي هتنشأ قصة حب كبيرة ما بينهم، وفي السياق ده هيواجهوا تحديات كتير جدا مع بعض. هيتم عرض المسلسل بشكل حصري على قناة أون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 16 معانا هيكون مسلسل جت سليمة من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وهالة فاخر. قصة المسلسل هتكون عن أمل اللي بتورث مكتبة أبوها، واللي عن طريق المكتبة دي بتقدر إنها تتنقل في حقب زمنية مختلفة وبتعيش مغامرات كتير أشبه بالفوازير. هيتم عرض المسلسل على قناة CBC وعلى منصة شاهد وواتشت. المسلسل رقم 17 في قائمتنا هيكون مسلسل تغيير جو من بطولة منة شلبي وإياد نصار وميرفت أمين. قصة المسلسل هتحكي لنا قصة شريفة اللي بتعاني في حياتها بسبب توتر في شخصيتها، واللي بتحطها في مواقف درامية وإحساسها الدايم بالمسؤولية مع كل اللي حواليها. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 18 معانا هيكون مسلسل جميلة من بطولة ريهام حجاج وأحمد وفيق وسوسن بدر، واللي هتقدم لنا قصة درامية عن المشاكل والتحديات اللي بتمر بيها جميلة مع كل اللي حواليها والمؤامرات اللي بتحصل لها على مدار أحداث المسلسل. هيتم عرض المسلسل على قناة CBC وعلى قناة أون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 19 في قائمتنا هيكون مسلسل ستهم من بطولة روجينا وإياد نصار ومحمد عبد الحافظ، واللي هيقدم لنا قصص مختلفة عن كفاح الست المصرية اللي بتواجه معاناة وظروف كتير في محاولة إنها تشتغل وتبني نفسها وسط العادات والتقاليد المصرية. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قنوات النهار ومنصة فيو. المسلسل رقم 20 معانا هيكون مسلسل الكتيبة 101 من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب. قصة المسلسل بتدور عن واقعة حقيقية للكتيبة 101 وازاي قدروا انهم يواجهوا التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء والتحديات الصعبة اللي مروا بيها. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون ومنصة واتشت. المسلسل رقم 21 في قائمتنا هيكون مسلسل رشيد من بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور وخالد كمال. بتدور قصة المسلسل عن رشيد اللي بيتظلم ويدخل السجن، ومع الأحداث بتتغير شخصيته تماما وبيرجع شخص عايز ينتقم من كل اللي ظلموه. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 22 معانا هيكون مسلسل الصندوق من بطولة أحمد داش وهدى المفتي وعلي القاسم. قصة المسلسل هتاخدنا في رحلة
رحلة غامضة عن صندوق جواه دلالات وألغاز كتير متوقف عليها أرواح ناس، ومفيش في إيدهم غير إنهم يفكوا شفرات البوكس عشان يوصلوا للحقيقة. هيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 23 في قائمتنا هيكون مسلسل مذكرات زوج من بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي. قصة المسلسل هتاخدنا في رحلة درامية عن زوج بيمر بمواقف كتير في حياته الزوجية، وازاي التحولات دي هتأثر على حياتهم مع بعض. هيتم عرض المسلسل على قناة CBC ومنصة فيو وواتشت. المسلسل رقم 24 معانا هيكون مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي ومحمود عبد المغني وأحمد رزق. قصة المسلسل هتكون عن صفية الفارس الدكتورة الجامعية اللي بتضطرها الظروف انها تبقى العمدة في عالم غريب وسط التجارة والمشاكل العائلية اللي بتتعرض لها من كل اللي حواليها. المسلسل هيتم عرضه بشكل حصري على قناة الحياة ومنصة واتشت. المسلسل رقم 25 في قائمتنا هيكون مسلسل ألف حمد لله على السلامة من بطولة يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت. قصة المسلسل هتكون عن أسرة عايشة بره مصر لفترة طويلة وبيقرروا انهم يرجعوا تاني، وبسبب اختلافهم وكونهم بعيد بقالهم كتير جدا هيواجهوا مشاكل ومواقف كوميدية على مدار الأحداث. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC ومنصة واتشت. المسلسل رقم 26 معانا هيكون مسلسل الهرشة السبعة من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وأسماء جلال. قصة المسلسل هتكون عن قصة حب بتوصل للملل والمشاكل بعد فترة من جوازهم، واللي مع الوقت هتعيشنا في رحلة من المشاعر والمواقف المختلفة خلال الأحداث. هيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. المسلسل رقم 27 في قائمتنا هيكون مسلسل أرواح خفية من بطولة سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد. بتدور قصة المسلسل في أجواء من الرعب والإثارة عن لارا اللي بتشتغل مدرسة وبيحصل لها حاجات مرعبة وغريبة مع تلاميذها اللي بتخليهم يحاولوا يكتشفوا الحقائق على مدار أحداث المسلسل. المسلسل هيتم عرضه على قناة CBC وعلى قناة DMC. المسلسل رقم 28 معانا هيكون مسلسل إكسلانس من بطولة محمد سعد ودينا محسن ويزو وأحمد فتحي. قصة المسلسل هتكون في إطار من الكوميديا في دور مشابه للحاج حناوي اللي قدمه قبل كده، واللي بيواجه مواقف ومفارقات كوميدية خلال تجارته لقطع غيار السيارات. المسلسل هيتم عرضه على قناة المحور ومنصة فيو. المسلسل رقم 29 في قائمتنا هيكون مسلسل سر الباتع من بطولة أحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. هيحكولنا عن قصة حقيقية مأخوذة عن رواية بنفس الاسم في القرن ال18 في عصرين مختلفين ما بين الحاضر والماضي، وترابط الأحداث ما بينهم بشكل كبير. هيتم عرض المسلسل على قناة الحياة وعلى قناة ومنصة واتشت. المسلسل رقم 30 والأخير في قائمتنا هيكون مسلسل بابا المجال من بطولة مصطفى شعبان وباسم سمرة وسوسن بدر وسهر الصايغ. قصة المسلسل هتاخدنا في رحلة صعود صابي في ورش عربيات وتجارة الآثار والقتل بين العصابات، وبسبب ذكائه ومهارته هيقدر انه يثبت نفسه وسطهم. هيتم عرض المسلسل حصريا على قناة النهار ومنصة واتشت. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. بما اننا خلاص عرفنا كل المسلسلات اللي جاية معانا في رمضان، اكتب لنا كومنت بالمسلسلات اللي قررت تتفرج عليها، وايه المسلسل اللي شايف انه هيكون رقم 1 في نهاية شهر رمضان. وقبل نهاية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.